السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ما تتعذبش في القبر؟ موضوع القبر يا جماعة والحياة الأخرى دي موضوع كبير جدا جدا، لازم نهتم بيه. في حاجات بسيطة ممكن نعملها في حياتنا واحنا موجودين، حاجات ممكن تكون سهلة خالص جدا وفعليا تنقذك من عذاب القبر. لما تشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لو نجا منها لنجا منها سعد بن معاذ اللي هي ضمة القبر. ما نجيش انا بقى وجيش احنا نقول ده موضوع بسيط، ما ينفعش. يبقى انت عبثي. انت في القبر لسه سعادتك يوم القيامه بتتكلم في 100,000 سنه ولا حاجه، ما انتش عارف القيامه دي هتقوم امتى. الخلاصه كل اللي هيموت دلوقتي هينور في القبر فتره، الفتره دي تبقى قاعد لوحدك في مكان مظلم، مكان موحش. اللي انا هقوله ده دكتور مصطفى محمود كان بيعمله، فانا فوجئت ان انا اصلا بطبيعتي بعمله. قلت لا، طب ما نقول للناس كلها تعمله. فاي حاجه تحصل في الدنيا ما نركزش معاها ان هي كارثه. التركيز الحقيقي فعليا هتعمل ايه حضرتك يوم ما تتزنق وتدخل قبرك. واللقطه الموحشه دي يا جماعه تاخدني لرؤيه شفتها لنفسي من كرم ربنا عليا. شفت هذه الرؤيه دي قتلتني. انا والله شفت ليها في رؤيه مره ان انا حاضر جنازتي، انا يعني جنازتي انا حاضرها، الميت ماشي اللي هو انا، وشايف العزا بتاعي، الناس بتوعي اللي هيمشوا ورايا في العزا، الناس ماشيه وانا ماشي في وسط الناس يعني بدون اي شيء. في حد بس اللي شايفني عملي بقى، يعني ايا كان الشكل ده، بس هو مش انسان، يعني هو شكل انسان لكن مش انسان. فانا بكلمه بقى، بقول له خلاص فعليا خلاص مت، انا رايح اتدفن دلوقتي. قال لي خلاص، ما انت قاعد من بدري، ما ده اللي عملته، مفيش حاجه اعملها تاني، مفيش اي حاجه اعملها تاني خالص، وحياة ابوك مفيش اي حاجه ممكن اعملها، اي حاجه. بقيت ماشي في وسط يا رب، طب يعني بقيت ماشي بفكر، طب هو انا كده في السليم ولا كده في الايه بالظبط؟ مش عارف انا كده فين، انا مكاني فين. اكلم الناس، محدش شايفني، الناس ماشيه، اللي بيبكي واللي بيعيط واللي شايفهم واحد واحد. قسما بالله الموضوع صعب جدا. انا ببقى شايف جنازتي وماشي ورا نفسي، وماشي بقى الاحداث مرعبه. واتكلم حد اللي هو عمل، يا عم الحاج طب ما كنت قلت لي، ما حذرني، اديني فكره، قول لي حل، ما فيهوش في حاجه مش بتاعتنا. طب يا عم هعمل ايه؟ ماشي قسم بالله ببكي. بتحس في اللحظه دي كميه الايام اللي ضيعتها وكميه الوقت اللي انت ضيعته في حياتك، واي ذنب انت عملته بتشوفه، بتبقى عمال تفتكر حاجات كتير انك نفسك تزود. وده شعور صعب. عارفين كده انتوا، واحد نجح وجايب مقبول وناس جايبه امتياز، يعني في حسره في الموضوع. يعني طب ليه مفيش بقى دور تاني؟ مفيش هتعيد، مفيش فرصه، خلاص ده مكانك وخلاص، ولقطه ما فيهاش اعاده انك تعيد تاني وتخش درجه تانيه، تخش جنات العدن، جنات الفردوس، جنات المأوى. دورك فين؟ كل جنه ليها رتب وليها درجات، كم قصر، كم حور عين هتاخدهم، كم حياتك، كم فيلا، كم ارضك، قد ايه في الجنه، يعني هل انت ربنا يحطك من 70,000 واحد اللي ربنا قال عليهم انه هيشفعوا ل70,000 واحد؟ فينك انت من دول؟ هيحطك في انهي منزله؟ فينك؟ فالشعور كان صعب اقسم بالله. كانت احلى متعه وافضل نعمه ربنا سبحانه وتعالى انعمها عليا ان صحيت من النوم. ده معناه ان في فرصه. فتخيلوا احنا كم مره كلنا بنصحى من النوم كل يوم، فين الفرص بتاعتنا يا جماعه؟ المطلوب منك ما تعملش حاجه والله العظيم، انت مطلوب منك تعمل حاجه واحده بس. اما تصحى الصبح حاجه سهله خالص. اصحى الصبح حضرتك، اول بدل ما تمسك الموبايل بتاعك، خلي بدايتك وانت قاعد على سريرك كده، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الواحد الاحد الفرد الصمد ذو الجلال والاكرام. استغفر شويه. تاني حاجه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صلاه ترضى بها عنا يا الله. يعني ادعي ان ربنا صلي على النبي بصلاه ان ربنا يرضى عنك بيها ويغفر لها ذنوبك ويحبك ويحسن خاتمتك بالصلاه بتاع النبي اللي انت بتصليها دي. وانت هتقولهم يعني صباحا ومساء يا سيدي، لو 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل بس. طب ايه التركايه وانت بتقولهم؟ اتخيل ان بالصلاه دي وبالاستغفار ده بيحميك من عذاب القبر، بيحميك من ضمة القبر. اتخيل انها طاقه وانت بتتخيل كده، اتخيل ان استغفر الله. الاستغفار ده بيحوطك يعني تخيل الاستغفار طالع من بقك وطالع مكتوب وبيلف
على نعش عليك، على جسدك وعلى نفسك، وانت في القبر كده، انت في القبر اهو. اتخيل حاجات، وفي ناس هتقول لك ما حدش عملها. ده استغفر يا جماعه، وخلي روحك تتعلق باللي خالقها. استغفر باي طريقه وانت قاعد وانت ماشي. خلي عندك حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى. يا رب انا بستغفر يا رب علشان خاطر انا شويه دول، عشان تحميني، يعني تحميني من ضمة القبر. وتخيل انك انت محمي، تخيل انك قاعد محمي وشايف القبر وهو بيضمك، والاستغفارك وذكرك ولا اله الا الله والحاجات دي كلها، والصلاه على النبي، انها زي حاجه كده بتحميك. فانت سامع ضمة القبر عليك كده، بيضمك، بيضرب، مش قادر يجي عندك، مش قادر، انت محصنه بحاجه كده، مش قادر. تخيل وخلي عندك حسن ظن بربنا ان ربنا هيتقبل ده. وتخيل انت وعملك قاعدين معاك جوه الحصن ده، والقبر عمال يضمك، وانت قاعدين بتشوفه، يعني بتتخيل اللي بيحصل، وهو بيطمنك وانت بتطمنه، وبتضحكوا مع بعض وقاعدين في امان وكده. كان دكتور مصطفى محمود كان بيتكلم، بيقول انا هقعد في القبر 100,000 سنه، مكان مظلم موحش، اطلع منه ازاي؟ بس نستغفر ونتخيل انك باستغفارك ده ربنا مثلا بيغفر لك ذنوبك. في شويه تاني اتخيل ان ربنا بيحميك من ضمة القبر، وربنا هيفضل حاميك كده لغايه ما تخش الجنه. تمام. اتمنى كل حاجه فاتتكم. شكرا لكل شيء في الاخر، بحبكم في الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرضى عنكم جميعا، ويجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا حساب ولا سابقه عذاب. اشوفكم على خير الحاجه ان شاء الله. السلام عليكم.